فكرة المقارنة بشكل عام هتتعبِك، ومش محتاجة تعملي كده، لإن أنتِ في الآخر بتقيّمي هو أنا جوزي النهارده ده مبسوطة معاه والّا لأ، مريّحني والّا لأ، بغض النظر عن اللي فاتت. وفكرة إنه ممكن يقول لِك حاجة فأنتِ مش مصدقاها دي هتتعبِك أكتر، فأنتِ قدامِك حاجتين، حاجة ليها علاقة بيكِ أنتِ تعمليها مع نفسِك، وحاجة تعمليها معاه. الحاجة اللي تعمليها معاه إن أنتِ تفتحي له قلبِك وتقولي له مخاوفِك، وتسمعي رَدُّه بس تكون أنتِ فاتحة قلبِك إنِّك تصدقيه، لإنه ممكن يقعد يقول لِك كلام عظيم وأنتِ قافلة من جواكِ فما تصدقيهوش برضه. فلازم تكوني فاتحة قلبِك، قُلت له مخاوفي وفتحت قلبي أسمعه واستقبل الكلام ده واصدّقه. الحاجة التانية ليها علاقة بيكِ أنتِ، إن أشتغل مع نفسي إن أنا مش محتاج أقارن نفسي، لإنه هو اختارني النهارده، فلو كنت أوحش أو أسوأ يختارني ليه أصلًا؟ فاتطمني الحتة دي ومع نفسِك تدرّبي نفسِك إن أنا محتاج أصدّق ده، وأقيّم علاقتنا ببعض في حد ذاتها مش بالمقارنة بحد تاني، لإنه على فكرة ممكن تلاقي حاجات كان فيها أحسن، بس في حاجات أنتِ فيكِ النهارده أحسن، بالتالي هي package على بعض